جاءنا رمضان باليمن والإيمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد، ثم أما بعد. ومر علينا أيها الإخوة الكرام آيات في بداية السور مثل قاف والقرآن المجيد، صاد، نون، كاف، ها، يا، عين، صاد إلى آخره. هذه تسمى حروف مقطعة في القرآن. فما المقصود بها؟ طبعا اختلف العلماء، اختلف الكثير من المفسرين في معنى هذه الحروف على عدة أقوال. من هذه الأقوال جاءت هذه الحروف لتحدي العرب، أي أن الله تعالى تحدى العرب بهذه الحروف، أي أن هذه الحروف من جنس كلامكم أيها العرب، إن استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا. هذا قول. وقول قيل أن هذه الحروف هي يعني من أسماء السور، وهذا القول ينسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقيل الله تعالى أعلم بهذه الحروف طبعا، والأقرب كما قال العلماء إلى هذه الأقوال هو القول الأول، أن الله تعالى تحدى العرب بهذه الحروف. وهذه الحروف هي حروف مباني وليست معاني، يعني ليس لها معنى بحد ذاتها، وإنما يبنى الكلام منها. وأما قول كاف، ها، يا، عين، صاد، فالشيعة الشنيعة لهم قول في هذا الجانب، مش عارف كيف جابوه وكيف يعني أتوا من عند أنفسهم. قالوا كاف كربلاء، ها هلاك الحسين رضي الله عنه، يا حسين، كاف، ها، يا، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين. شوف كيف يعني الشيطان نفسه ما بيخطر على باله هذا المعنى. طبعا وكما قلنا كاف، ها، يا، عين، صاد كأي آية في بداية السور. الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.